السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب، وعلى أمة محمد في كل مكان صلى الله عليه وسلم. النهاردة حبيت أشارك معاكم بقى ايه، حبة مخبوزات حلوين قوي قوي قوي. ان شاء الله يعني عملتهم حطهم في الفريزر، وقلت ان هم هيبقوا فطار لينا في العيد. ممكن تعمليهم بمنتهى السهولة، مش هياخدوا معاكي ساعتين وهيبقوا جاهزين، وهتفرحي بيهم قوي في بيتك، يعني هيوفروا عليكي فلوس كتير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ أول حاجة معايا كيلو من الدقيق، هعجن شوية قرص. القرص الطرية اللي بنشتريها من الفرن دلوقتي سعرها عالي جدا. القرصة بقت ب3 جنيه ونص، والسعر ده عندي أنا في المكان اللي أنا فيه. فهنعملها وهتطلع كمية حلوة جدا جدا. هنحط ايه بقى؟ معايا معلقتين من الشمر واليانسون بس مطحونين، معايا 3 معالق من السكر، معايا معلقة كبيرة من الخميرة او الكيس اللي هو 9 جرام، معايا نص معلقة من البيكنج باودر، وكمان معايا معلقة من الخل، وكوباية او المج اللي قدامي ده، او ربع كيلو من الزيت او السمنة. يعني هو مج وزن السائل اللي فيه ربع كيلو، فالربع كيلو ده بقى تحطيه زيت بس، سمنة بس. تحطي زيت على سمنة زي ما انا عملت كده. انا حطيت زيت وكملت بحوالي 3 معالق من السمنة البلدي، تديني ريحة حلوة وطعم حلو للقرصة بتاعتي. هعجن بقى كل ده. وعلى فكرة عجينة القرص سهلة جدا، ما بتاخدش شغل كتير. اول حاجة ما بنحطش السوائل، احنا حطينا كل ده وقلبناه مع الدقيق، واضفنا اخر حاجة السمنة، وهنبسها كده زي ما انا ما بعمل دلوقتي، بحيث ان الدقيق يشرب السمنة، فتبقى القرصة بتاعتك قلبها من جوه مورق كده. ويعني الدقيق بيبقى حبات الدقيق شاربة السمنة كويس جدا، فبتديكي نتيجة حلوة. انا بقى معايا ايه؟ انا كنت شارية 1.5 كيلو حليب، حليب عادي خالص من عند اللبان، وما شاء الله غليناه فلقيناه قاطع، فقلت بس هي دي فرصتي. اعمل بيه اي حاجة. وفعلا الحمد لله استفدت بيه، ما ترماش ولا حاجة، وطلع لي نتيجة حلوة جدا محترمة يعني. فهاخد منه كده شوية بشوية من غير ما اضربه في الخلاط ولا حاجة، لانه هو انا مع العجن القطع اللي فيه كده كده هتدوب، وهتبقى مش باينة خالص، هتنعم خالص في قلب العجين. طبعا كل عجين او كل دي بيختلف عن نوع تاني. فاحنا دلوقتي هنعمل شوية بشوية، ناخد حبة بحبة. كل ما تلاقي العجينة لسه ناشفة في ايدك تديها شوية كمان. عجننا اهو، وهنعرف منين ان هي مش محتاجة عجن تاني؟ هتلاقي الطبق بتاعك خلاص العجين اللي فيه او الدقيق اللي فيه مبقاش موجود، بقى نضيف خالص قدامك. العجينة اتلمت واتكورت كلها قطعة واحدة، طرية وناعمة. خلاص تبقى هي كده معاكي خلصت، مش محتاجة عجن تاني. هتغطيها وتسيبيها. مثلا احنا دلوقتي في الحر الجو صعب جدا، فما بتاخدش وقت طويل، يعني من نص ساعة لساعة بتلاقيها خمرت وبقت حلوة قوي. هركنها وهبدأ في العجينة اللي بعدها، عجينة البوريك العادي خالص بتاع الأفران. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط 3 أو 4 معالق من السكر، يعني المعلقة الرابعة مش هتفرق، يعني ممكن تحطي 3 أو 4. هحط معاهم كوباية إلا ربع من الزيت. أنا هناك كنت حاطة كوباية كاملة زيت على سمنة، هنا هحط كوباية إلا. برضو هعمل نفس الميكس، هحط زيت وهطعمه برضو بشوية من السمنة البلدي، معلقتين 3 كده يدوني ريحة حلوة. كل ده هضيفه معايا في بولة كده او طبق هعجن فيه. طريقة العجن يا جماعة هنا هي اللي مختلفة، يعني الخطوات هنا مختلفة عن خطوات القرص. حطيت بقى ايه، هي في الفرن بتتعجن بمية، بس بما ان انا عندي بالفعل اللبن الرايب ده او اللبن اللي قاطع فهستفيد بيه. حطيت نص معلقة من الكركم، هيديني لون حلو قوي للعجينة بتاعتي. وهحط لها كمان صلصة. انا حطيت معلقة بس، انا هرجع اخد اللي في البرطمان. وادي نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة خالص من الملح. يبقى انا حطيت سكر، 3 معالق من السكر، حطيت كيس من الخميرة اللي هي 9 جرام، حطيت مع نص معلقة من البيكنج باودر، حطيت نص معلقة من الكركم، حطيت معلقتين من الصلصة. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. حطيت كمان معلقة من الخل، يا اما حطيتها يا اما لسه هحطها.
نخلت كيلو الدقيق، والنخل حلو جدا بيخلي المخبوزات بتاعتي فيها يعني ايه نسبة كده من الهواء دخلت لها، فبتبقى هشة. اعجني بقى العجينة بتاعتك. زي ما قلت لكم هي في الفرن بتتعجن، البوريك ده بيتعجن بمية، بس بما ان انا بالفعل متوفر قدامي اللبن اللي معايا، فانا هعجن بيه. نفس القصة برضو، كل لما هحتاج احس ان العجينة ناشفة هزود لها حبة بحبة. طب لو زاد بقى، يعني العجينة بتاعت البوريك دي لزقت معايا شوية، رشة دقيق هتحل المشكلة، التلزيقة دي مش هتبقى موجودة. وبرضو احنا مش عايزين العجينة ناشفة قوي، عشان لما تتخبز وتستوي ما تطلعلكيش برضو معجنات ناشفة، احنا عايزينها طرية، عايزينها ناعمة وهشة. اول ما هتعجني برضو نفس الخطوات، هتروحي مغطياها وركنها على جنب تخمر من نص ساعة لساعة على حسب المكان اللي انتي قاعدة فيه. على فكرة في فرق في العجينتين ما بينهم، يعني في اللون، لان في واحدة واخدة كركم وصلصة والقرص لا، القرص بلون العجين الطبيعي جدا. ريحة القرص بقى مش قادرة اقول لكم، الشمر واليانسون قلبين، الريحة خطيرة خطيرة. سبتهم يخمروا طبعا. القرص كانت خمرت بالفعل لان هي معجونة الاول، فانا حضرت السجات بتاعتي، حضرت النشابة او الفردة بتاعتي، وهبدأ ايه ان انا اقطع العجين. ممكن بقى تعملي القصة دي بطرق كتير جدا، تاخدي قطعة قطعة وتكوريها، وبعدين يعني تخلي قطعة العجينة على بعضها وتاخدي منها حتة حتة وتكوريها، او تعملي زي ما انا ما بعمل رول كده وبقسمه، وببدأ ايه اقسط العجين، بعملها كده بلفها العجينة جوه بعضها بالشكل ده، وبعدين بديها لفتين 3 على الترابيزة او على ايدك حتى، مفيش مشكلة، هتلاقي السطح بتاعها بقى املس والتنايات كلها بقت في مكان واحد لتحت. هخلص بقى الكمية بتاعتي. على فكرة الكيلو بسم الله ما شاء الله بيطلع كمية محترمة جدا. وكمان عايزه اقول لكم ان هي يعني احنا ما استنيناش لحد لما العيد يجي، احنا فعلا بنفطر منها على طول، واحيانا كمان بنتعشى بيها مع كوبايه شاي بلبن كده، مع جبنه، مع جنب اكل، جنب بطاطس محمره وبيض وجبنه، لا بتبقى حلوه قوي. افرديها، بس حاولي ان انتي ما تخليش السمك بتاعها رقيق قوي، يعني وسط. مش قادره اقول لكم بقى على اللي حصل لي وعلى اللي جرالي. بنتي حبيبه قلبي جابت الشوكه، علشان ايه؟ خلاص يا ماما انتي ما تعمليهاش بالشوكه، انا اللي هعملها. وبعدين بقى مش قادره اقول لكم على اللي حصل، كان لازم يبقى في كاميرا تصورني وتصور الموقف اللي حصل. خناقه. لا ما كانتش خناقه، هي اخدت الشوكه والسجات، يعني انا وريتها كام واحده اهو زي دلوقتي كده بوريها كام واحده، وهي اخدت بقى مني وايه، وقالت انا المهمه دي بتاعتي، كراميلا الصغننه. وراحت ما شاء الله قعدت تخرم في العجين وتخزق فيه، يعني بصراحه قتلته، هي قتلت العجين. وبعدين واحنا بتقول لكم انا بحب اقتله. وبعدين وهي بتحط يعني خلاص الصاج وبتحط التاني فوقيه، راحت لازقاهم في بعض ففطست لي العجين خالص. بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. اكمل لكم بقى بقيه الموقف. طبعا انا جيت حاولت اقوم انقذ العجين او الصاجات يعني اللي لزقت في بعضها، فكانت رجليا منمله، فللاسف زقيت الترابيزه اللي انا قاعده قدامها وبشتغل عليها، فخبطت في الستاند اللي فيه التليفون، فوقع التليفون بالستاند. يعني ما شاء الله علينا، يعني عملنا مغامرات جامده جدا. دلوقتي انا شكلت كله وبعمل الخليط اللي هدهن بيه الوش بتاع البوريك بتاعي. طبعا ايه الحجم بتاع البوريك انت بتتحكمي فيه على قد العجينه او قطعه العجينه اللي انت بتقطعيها اصلا. حطيت انا بقى ايه معلقه صغيره خالص من النسكافيه، معاها رشه سكر وشويه لبن، دوبتهم كده ودهنت بيهم الوش، وهرش بقى ايه سمسم وحبه البركه. فانا ايه قلت لا طبعا قدامي كميه عجين ما شاء الله محترمه، هعملها كلها نفس الشكل اللي انا هشكل. فقلت ايه اقطع كده، افردها دايره كده كبيره واقطعها 4 واعملها على شكل ايه الكرواسون ده، وبرضو هحشيها بالجبنه. انا لو كنت ركزت شويه كان ممكن احشيها شوكولاته، كانت متوفره يعني، بس هي الفكره ما جاتش في بالي. بصوا عملنا ميني صغنن خالص، وعملنا ايه حجم كده وسط.
ما شاء الله. ده المنظر بتاعهم بعد ما خمروا، انا كنت عاملاهم اصغر من كده. وطبعا الفرن لازم يكون سخن جدا، تدخلي المعجنات بتاعتك وهي فعلا الفرن بقالها على الاقل خالص 10 دقايق شغاله. طبعا انا عندي الفرن يعني ايه بعافيه حبتين، فتوزيع الحراره فيها مش كويس، بس انت تابعي بقى الفرن بتاعتك، كل واحده بتبقى عارفه بوتاجازها، فايه ممكن تلف السجاد كل شويه تغيري الاماكن وهكذا. بصوا طريه جدا، هشه ومفرغه من جوه، ولونها حلو قوي. شويه الكركم والصلصه اللي حطيناهم ادوهم لون حلو جدا. طيب الكميه دي طلعت قد ايه؟ طلعت 3 كيلو وربع. الكيلو في الفرن بيتباع ب60 جنيه، فال3 كيلو وربع دول في حدود 195 جنيه تقريبا. هي بالظبط اتكلفت معانا 100 جنيه. كيلو اللبن مع يعني انا كان معايا كيلو ونص، بس استعملت كيلو واحد، مع 2 كيلو الدقيق، مع البيكنج باودر والخميرة والزيت. كل الكمية كلها كلفت 100 جنيه. فطبعا النص بالنص يعني ده اوفر بكتير. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. عيد سعيد عليكم كلكم.